مساء الخير. السوبر الأفريقي، النادي الأهلي. عزيزي الأهلاوي، هذا الفيديو لك. ماذا سيفعل مارسيل كولر في السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك، وإيه الحلول الممكنة لحسم المباراة أمام الفريق الأبيض، أو بالأحرى الفريق الأسود، لأن الزمالك هيرتدي القميص الأسود في هذه المباراة. النادي الأهلي بيدخل هذه المباراة ربما بأفضلية فيما يخص المستوى الفني في الفترة الأخيرة، ولكن دايما مباريات القمة لا تعترف بالمستوى. طب ايه اللي ممكن يعمله مارسيل كولر؟ هل هيبقى فيه مفاجآت في التشكيل؟ هل من المتوقع ان كولر يعني يعمل كده حاجة بره الصندوق لمفاجأة جوزيه جوميز في الزمالك؟ يعني من الواضح او الانباء القادمة يعني من النادي الاهلي، او ما يتردد داخل النادي الاهلي، ان كولر هيعتمد على تشكيل ليس فيه مفاجآت. الصفقة الجديدة الوحيدة التي تشارك هو يحيى عطية الله، الظهير الايسر، اللي يعني خلاص اعتقد ملوش بديل في الوقت الحالي، او خلاص دخل في الاجواء بشكل كبير، وشارك في مباراتي فريقه في دور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا امام جورماهيا الكيني. يعني لو اتكلمنا عن التشكيل: محمد الشناوي بطبيعة الحال في حراسة المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ورامي ربيعة، ويحيى عطية الله، بالإضافة إلى أكرم توفيق في الوسط، وإمام عاشور، ومروان عطية، والثلاثي الهجومي حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي. يعني أعتقد ده تشكيل الأقرب للواقعية بالنسبة لمارسيل كولر. ايه اللي هيعتمد عليه؟ هل هيبدأ ضاغط؟ هل من الأفضل إن الأهلي يبدأ ضاغط؟ أعتقد إن الأهلي مش من الأندية اللي كتير بتغير ستايل لعبها، أو خلينا أقول بشكل أوضح إن مارسيل كولر مش من المدربين اللي بيغير ستايل لعبه على حسب المنافس. هو التكتيك بتاعه الستايل اللي ماشي بيه. يعني مثلا غير موسيماني كان بيتعامل على حسب المنافس. ممكن ادخل الجيم هادي، ممكن اخلص الشوط الاول زي مباراة 5-3، الشوط الثاني العب بأريحية، اريح نفسي. كان بيعمل كده كتير موسيماني، ولكن خلينا نقول ان كولر ستايله ان هو انا بسعى لحسم الامور وبلعب بشكل متوازن. بمعنى ان انا ممكن اضغط في اوقات معينه من المباراه واقلل الضغط شويه. ده بيعتمد على الجزء البدني اللي انا شايف ان الاهلي مميز فيه جدا. الجانب البدني اللي بيعمله النادي الاهلي والضغط بطول الملعب يعني بيكلفه جهد بدني على مدار المباراه، لكن هو قادر ان هو يعمل ده. في المقابل ان هو بيضغط على دفاع الزمالك، اللي عارف ان هو مش افضل حاجه في الخروج بالكره. يعني نادي الزمالك لو ابتدى الهجمه من محمد صبحي الى المسلوسي او حسام عبد المجيد، او في الظاهرين يمين او شمال، سواء لعب بعمر جابر شمال او محمد حمدي او محمد شحاته في الجبهه اليمنى، او ايا كانت الخيارات اللي عنده، مش افضل حاجه في الخروج بالكره لاكتر من سبب. لان مش دايما الجناحين بينزلوا يستلموا، عكس مثلا الاهلي بتلاقي مثلا بيرسي تاو ساعات كتير بينزل نص الملعب ويستلم، ساعات كتير حسين الشحات نفس القصه. فالتحرك كوحده واحده ده اللي بيميز الاهلي، وده اللي هيفرق معاه جدا في مباراه السوبر. اذا حافظ على نفس النسق ده هيقدر ان هو يهدد مرمى محمد صلاح بشكل كبير جدا. اعتقد ان هيبقى في مساحه كبيره لان امام عاشور يقوم بالادوار بتاعته اللي المعتاد ان يقوم بيها مع الاهلي في الفتره الاخيره، منها طبعا التسديد من خارج منطقه الجزاء. اعتقد ده حل مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يقدر يعتمد عليه في المباريات، وخاصه مباراه زي مباراه الزمالك، وهي مباراه سوبر، يعني مباراه بلقب. اعتقد ان التفاصيل والجزئيات الصغيره فيها هي اللي بتبقى مهمه جدا. ممكن تحسب بضربه حره، ممكن تحسب بفاول، ممكن تحسب بضربه ركنيه. شفنا كتير من الامثله على كده. لكن في النهايه اعتقد ان العناصر اللي موجوده عند النادي الاهلي ممكن تبقى قادره انها تحقق فكر مارسيل كولر في المباراه دي، وخاصة في الجناحين حسين الشحات وبيرسي تاو بيمروا بفترة جيدة على مستوى المستوى الفني والأداء. وده يمكن يفيد النادي الأهلي طبعا بشكل كبير جدا. والتركيز على أسامة أبو علي في الكرات العرضية والتعامل معها بشكل جيد. لاعب طبعا بيبيد التحرك في ظهر المدافعين، وده يمكن بيسبب إزعاج لنادي الزمالك. كل دي امور اعتقد هيركز عليها مارسيل كولر بشكل كبير جدا. هل الاهلي هيبدا ضاغط؟ اعتقد ان زي ما انا قلت في البدايه كولر ما بيغيرش كتير من اسلوبه، ولكن طبعا بيوزع الجهد او بيقسم المباراه على اجزاء.
وده أعتقد اللي هيعمله طبعا أمام نادي الزمالك، وهنشوف ماذا سيحدث في السوبر الأفريقي.